كيكة التمر من الكيكات الشتوية الدافية، واليوم رح نعملها إن شاء الله بصوص التوفي. هي يعني رح نعمل هي والصوص مع بعض، تاخدوا الطريقتين بنفس الفيديو. كيكة كتير طيبة، ما رح نضيف سكر للكيكة أبدا إلا الصوص، وطبعا حالات التمر اللي حتكون موجودة فيه. انت بتتحكمي في حالات الكيكة من كمية الصوص اللي رح تضيفيها إله. بتمنى إنها تعجبكم. هي وصفة كتير سهلة وبسيطة. عندي المقادير. أول شي صوص التوفي لازم تحضريه عشان يكون عندك بارد، لما تستخدميه يكون بارد. كوب من السكر على نار أول شي عالية، لا تحسيه بلش يتكرمل عندك ويدوب. بتوطي الغاز تحتيه على الآخر وبتضل تحركي فيه، ما بتتركيه أبدا لحتى عندك ما يحترق اللون. احنا بدنا اياه لون الكراميل بدون ما يحترق السكر. بتضل تقلبي فيه. شوفوا عندي كيف تدريجيا بصير يتغير السكر. كل التكتلات هاي راح تروح مع لما يتكرمل السكر، راح يذوب كله. هون بلش عندي يذوب السكر. صوص التوفي كتير طيب، وممكن تستخدميه حشوي لأي نوع كيكة انت بتحبيها أو تفضليها. عندي هون السكر أنا بلش يذوب. داب السكر عندي كله ولونه تكرمل، صار لونه أشقر. بضيف له 50 غرام من الزبدة وبقلبهم مع بعض. كله هاد على نار واطي. بضل أقلب فيهم لتذوب عندي الزبدة تماما. ما ترفعي ايدك عن النار، لازم تضلي تحركي فيهم. زي ما حكينا احنا بدنا اياه يتكرمل، ما بدنا السكر عنا يحترق. هو صوص كتير بسيط وسهل ونكهته كتير طيبة، بس بدك تنتبهي وانت تعملي فيه لانه يعني اقلاتها يعني ارتفاع للحرارة بغير معك طعم الصوص وبيختلف. بتكوني عندي هون انا مجهزة كوب من المي، في معلقتين كبار من كريم البودرة، الكريمة اللي الخفق اللي بتستخدميها لتزيين الكيكة، ومعلقتين كبار من الحليب. بتسخنيهم وبتضيفيهم للصوص وبتضلي تقلبي فيهم. شوفوا عندي كيف قوام الصوص بلش يختلف، وكل ما برد الصوص كل ما صار عندك تقل أكتر معك. بعد ما يوصل عندي لهاي المرحلة بطفي الغاز تحتيه وبتركه على جنب ليبرد. عندي مكونات الكيكة: 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معهم باكيت من الفانيلا وبخفقهم مع بعض. بعديها أنا هنا ما أخفق البيض كتير منيح مع بعضه، راح أضيف 3 كوب من الزيت النباتي. بعديها بضيف كوب من دبس التمر وبخفقه كتير منيح مع الخليط. بدك تنتبهي عيار الكوب كله يكون عندك 1. عندي معلقتين من حليب البودرة مع كوب من المي بضيفه للخليط، وبعديها 3 كوب من الطحين المنخولين بضيفهم على دفعات للخليط.
وبضل أقلب فيهم لحتى يروح عندي كل التكتلات اللي من الطحين، وبضيف نص معلقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم أو الكربونة، باكيت من البيكنج باودر أو معلقة كبيرة من البيكنج باودر. عندي الخليط جاهز. أنا هون القالب الكيك الكبير دهنته في الطحينية، كتير بعطي نكهة طيبة للكيكة هاي. بكون مشغلة الفرن مسبقا وبتركه على درجة حرارة 180 لمدة ساعة. شوفوا عندي هون أنا الصوص بعد ما برد، الكيكة بعد ساعة بالضبط. عندي بعمل فيها ثقوب، بتركها 10 دقايق. شوفوا عندي قوامها، لأني أنا راح أضيف لها الصوص وهي دافية. انت بتتحكمي في كمية الصوص اللي بدك تضيفيها حسب حالات الكيكة اللي بتحبيه. طبعا عندي هون أنا الصوص راح يدوب، ما راح يضل هيك جامد، لأنه الكيكة عندي دافية. حكيت لكم ببلش أزين فيها بعد 10 دقايق. ممكن تضيفي لها أي نوع مكسرات انت بتحبيه أو متوفر عندك. ضفت لها جوز الهند. هاي وصفتنا لليوم، بتمنى إنها تكون عجبتكم. جربوها واحكوا لي رأيكم.